لن تستأنف الجلسة ما لم ترفع الأعلام، وحيث أن الأخوة لم يوافقوا على رفع الأعلام فتعقد استمرار الجلسة غدا إن شاء الله. بهذه الكلمات رفع نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان جلسة مجلس الأمة نهائيا إلى يوم الأربعاء بسبب عدم استجابة نواب الأقلية لطلب رفع أعلام سوداء وضعوها على مكاتبهم لاعتبارهم يوم الاثنين يوما أسودا على حد تعبيرهم بسبب تعديل مكتب مجلس الأمة للبلاغ الذي قدمه مكتب المجلس السابق حول حادثة دخول مجلس الأمة في نوفمبر الماضي. السلطان أوضح أن المكتب السابق لم يرسل بلاغا فحسب، وإنما قام بتكييف القضية وأصدر حكما مسبقا مستغربا من مطالبة البعض بالسجن المؤبد لشباب وطني طالب بالإصلاح، بينما من سرق الملايين يعيش في فسحة. يعني شنو حصل؟ هم مو أرسلوا بلاغ، كيفوا القضية وأصدروا حكم، وهذا اللي تدخل في شأن القضاء وتوجيه القضاء إلى جهة معينة. واللي يؤكد هذا أن المكتب المجلس في ذاك الوقت قام من صرح ممثل المجلس يقول بأن العقوبة تصل إلى الحكم المؤبد. عندما صورت الواقعة تصويرا يختلف مع حقيقتها، ويعلم محرر هذه الوقائع في ذلك الوقت بأنه لم يجري من التحقيقات الابتدائية ما يكفي أصلا لوجود شبهة الجرائم المدعى بها، ولذلك أصبح لازما على مجلس الأمة وعلى مكتب المجلس تحديدا أن يصحح شكل هذا البلاغ باعتباره التزاما قانونيا. نواب الأقلية البرلمانية أوضحوا أن وضعهم الرايات السوداء كان للتعبير عن رأيهم، مضيفين أنه لن يؤثر على سير الجلسة. وإحنا قلنا يوم الاثنين يوم الأسود، فكرة من أحد الزملاء النواب عرضها علينا أن خلينا نحط أعلام سوداء كنوع من الاحتجاج، ومن حقنا نعبر عن وجهة نظرنا. هل وجود الأعلام السوداء كانت تعطيل الجلسات؟ أبدا، خل ظل العلم والجلسة تمشي والأمور جدول الأعمال يمشي، وإحنا وصلنا رسالتنا وهم من حقهم أن يوصلوا رسالتهم. فيما تساءل بعض النواب عما إذا كان هناك نص يمنع النواب من التعبير عن آرائهم. هل يوجد نص يمنع عضو مجلس الأمة أن يعبر عن عدم رضا من تجاوز صارخ لحرمة مجلس الأمة، وبالتالي يأتي ليعبر تعبير سلمي حضاري ديمقراطي متطور؟ هل هذا عنوان للتأزيم؟ إن كان هذا هو عنوان التأزيم على الديمقراطية السلام. نواب آخرون من الأقلية النيابية أكدوا ما ذهبوا إليه سابقا من اعتبارهم أن تعديل البلاغ هو تدخل في القضاء. نحتذر من الشعب الكويتي أن تتم هذه الممارسة اللا دستورية والتي تضرب القوانين عرض الحائط، والتدخل في السلطة القضائية من رئيس المجلس وأعضاء المكتب باستثناء العضو الفاضل الأخ مرزوق الغانم الذي تحفظ ورفض هذا الأمر. جينا وقد رفعنا أعلام السواد لنبين أن يوم الاثنين أيضا يوم أسود في تاريخ الكويت. الخلاف في الرأي حول تعديل مكتب مجلس الأمة البلاغ الذي قدمه مكتب المجلس السابق تطور بجلسة المجلس بين الأغلبية والأقلية النيابيتين ليساهم في توسيع هوة الخلاف بينهما وتعطيل الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش فيها موضوعات مهمة.